مدرب غينيا الاستوائية يفاجئ الجزائر بعد المباراة. بعد الهزيمة من المنتخب الجزائري، خرج مدرب غينيا الاستوائية في تصريح قال فيه: لا شك أننا كنا نلاعب منتخب صعبا للغاية. المنتخب الجزائري خصم قوي وعنيد، به لاعبون مميزون ويقدمون أداء جيدا حتى الآن في هذه البطولة. هذا ليس رأيي أنا فقط، بل الجميع يعرف ذلك أيضا عن المنتخب الجزائري. قلت للاعبين اليوم: المنتخب الذي سوف تواجهونه الليلة ليس سهلا، منتخب كبير وعنيد كما تعلمون. وحذرت اللاعبين من هجمات المنتخب الجزائري الشرسة في المباراة، وقلت لهم هم يفوزون بهذه الطريقة، عن طريق الضغط المتواصل والهجمات المتكررة والمتواصلة في المباراة. يعني يا جماعة مدرب غينيا الاستوائية يقول بأن نتيجة المباراة طبيعية، لأنه يصف المنتخب الجزائري بالمنتخب العالمي الكبير، كما وصف المنتخب الجزائري بالمنتخب العنيد. بصراحة الجزائر من أصعب المنتخبات في هذه البطولة. الجزائر والسنغال والمغرب من أصعب المنتخبات. أنا كمصري عندما أعلم أن مصر ستلاعب الجزائر أو المغرب والسنغال، أخشى على المنتخب المصري منهم. لو كنت ترى بأن المنتخب الجزائري قادرا على حصد بطولة أفريقيا في هذه النسخة، ضع لايك للفيديو، وقولوا لنا في التعليقات من كان أفضل لاعب اليوم في المنتخب الجزائري، ومن كان دون المستوى.